انا ما مصدقاش راسي في القرن 21 في 2024 كنكتشف بان المغاربه دايرين واحد الجروب في الفيسبوك سميتو لا تتزوجها موظفه. رجال من نيتهم كيهضروا في القرن 21 تيقول لك حرام المراه تخدم. واخا اجي نمشي معكم في الخط، ومراتك ملي كتمرض اللي انت منقبها ولا محجبها ومجلسها في الدار كتبغي تمشي عند جينيكولوج، ماشي باسم الدين كترفض انك تديها عند جينيكولوج راجل، كتفضل انك تديها عند جينيكولوج طبيبه هي اللي تقلبها، حيت حرام يقلبها الراجل. وديك الطبيبه ماشي موظفه. ملي كتكون مخرج امك للعمره في المطار انت كيقلبك البوليسي، تبغي حتى امك المنقبه يقلبها البوليسي؟ لا، كتقلبها البوليسيه. علاش؟ حيت انت بالنسبه لك حرام يقيس فيها البوليسي. هذيك البوليسيه ماشي موظفه. ملي بنتك تتبغي تتزوج كتمشي تصاوب شعرها عند الكوافوره، ما كتمشيش عند الكوافور، هي محجبه وما كتحيدش الدره ديالها قدام الرجال. كتمشي عند الخياطه هي اللي كتقيس لها صدرها وكتقيس لها لي هونش ديالها باش تخيط لها شي تكشيطه على ساركه. ما غتمشيش عند الخياطه راجل يقيس لها. علاش؟ حيت حرام. وديك الخياطه وديك الكوافوره وديك الطيابه الحمام ماشي موظفات. السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما عرفتش جاها في شكل ان في 2024 الناس متبنين واحد الموقف، ومن حقهم ومن حقنا اننا نتبناو هذه الفكره انهم مابغاش نتزوج بواحد النوع ديال العيالات، كما هما كيتبناو بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الصفات اللي خاصو يكونوا في الراجل، حتى ولاو عيقوا كاع كيطلبوا شي حاجه ديال روبن هود. بزاف ديال كاين واحد المغالطه كبيره درتها ميسا سلامه الناجي. قالت في الاول ديال الفيديو استغربات لقات الناس ورجال كيهضروا في جروب دايرين لا تتزوج موظفه. يعني المشكل اللي عند هاد الشباب هادو اللي هو الزواج بموظفه. نسات هاد الفكره هادي ومشات الفكره ديال حرام تخدم المراه، لان هاد الشباب هادو ما كيقولوش ان تخدم المراه. ريد بيل ما عندوش مشكل مع عمل المراه، عنده المشكل مع الزواج بموظفه، والاسباب راه قلناهم وعاودناهم وشحال مره قلناهم. وكتستعمل الكلمات ديال حرام باش تحطنا في واحد الموقع. اصلا ريد بيل ما كيقولش، يعني ماشي ريد بيل اسلامي كنجيو كنقولوا ها هاد القضيه ديال حرام ولا حلال خليناها للشيوخ اللي هما الفقهاء. حنا كنهضروا على واحد الفكر اللي هو ريد بيل. الشباب ما عندناش مشكل مع عمل المرأة، احنا ماشي ضد عمل المرأة، احنا عندنا مشكل مع الزواج المرأة موظفة حيت هي ما صالحاش موفي زافير. هذه خصها تكون باينه. اذا هي دابا باش تدوي وباش تهاجم وتبين زعما حنا غالطين، داروا واحد المغالطه منطقيه هي سترومان فالاسي. خدات واحد الفكره اللي ما قلناهاش وكتهاجم هذيك الفكره. هذيك الفكره اصلا حنا ما قلناهاش. الزواج بموظفه عندنا فيها جوج ديال المشاكل، ولا العمل ديال المراه فيها جوج مشاكل. اصلا ما تصلحش انها تكون المساله الثانيه عندنا المنظمات الدوليه كيفرضوا على الدول باش يخدموا العيالات. هنا كيدخلوا العيالات باش يتوظفوا على حساب الرجال اللي كيستحقوا هذيك الوظيفه. مثلا الا قالوا لك 50% سلاو النسبه ديال الرجال، خاصنا النسبه ديال العيالات دابا واخا هما اصلا ما مؤهلينش لهذيك الوظيفه. هنا فين كاين المشكل. ماشي كيخدموا لك مراتك وامك واختك وبنتك، ماشي هازين نصف المجتمع، ماشي كيخلصوا الطاكس وهازين نصف اقتصاد البلاد. ماشي انت في حاجه اليهن وفي حاجه الى عملهن والى وظائفهن. ماشي خاصك تقول لهم شكرا لوجودكن. دابا انا كنهضر معكم غير بالمنطق ديالكم، ما هو راه ما كاين حتى مشكل. بلاتي الا كنا غادي نشكروا هذيك السيده اللي خدمات، وراه ممكن تشكر اي واحد دار شي حاجه مزيانه تشكرو، ولكن علاش عندكم مشكل مع المراه انها تخدم تريح في الدار وتخدم وتربي الاجيال وتهلا في راسها وتهلا في الوليدات وتهلا في راجلها؟ علاش بالضبط كنعطيو القيمه ديال المراه والمراه الناجحه هي اللي مشات وخدمات؟ علاش هذيك اللي كتساهم في الرأسماليين باش يزيدوا في الثروه ديالهم ويحققوا ارباح هي اللي كتسمى انها مراه مزيانه؟ اما هذيك اللي كدير واحد العمل اللي هو اخلاقي
كتربي الولاد وكتهلا في الراجل وكتهلا في راسها وكتحافظ على الدفء ديال الاسره والمجتمع كيكون نقي، كتشوفوه انه يعني اقل اهميه من الموظفه. هذا سؤال لكم انتوما. العيالات كيمشيو عند الجينيكولوج كيولدوهم رجال اطباء محترمين كيولدوا العيالات. انا كنهضر معكم بالمنطق ديالكم، حرام الراجل يقيس المراه وحرام الطبيب يشوف المراه وحرام كذا وحرام كذا. اذا ماشي تبوسوا اليدين والرجلين دوك العيالات اللي مأدين لكم هذه الوظائف ويدرؤون عنكم ما تسمونه فتنه وحرام، نتوما تتعايروهم وتتقولوا عليهم ما خصهمش يكونوا، خصهم يجلسوا في الدار ولا تتزوجها موظفه. ونسميك راجل بديك اللحيه ديالك اللي تلهنا وبداك الايمان ديالك اللي كيشرشر. وملي تولد مراتك تبغي تولد يولدها الراجل، وملي تبغي تقلب ودير البخاليفمون فاجينا ديها عند الفرملي، وملي تكون خارجه في المطار يقلبها البوليسي، وملي تبغي تقيط التكشيطه يمشي يقيسها الخياط، حيت لا للموظفه. انا ما مصدقاش راسي كنهضر في هذا المستوى. المواضيع ديال القرون الوسطى، هل المراه تشتغل ام ان تكون موظفه، هادشي راه الناس تجاوزوه. دابا مازال كترتاب نفس المغالطه ونفس المغالطه المنطقيه. حنا ما كنقولوش المراه ما تخدمش، هذه هي صافي نسات دابا لا تتزوج موظفه. راه ما تسناوش تعطيكم شي احصائيات ولا تقول لكم ها علاش المراه ممكن تخدم وفي نفس الوقت تكون متزوجه. راه ما تسناوش، الموضوع ديالها كله على المراه خاصها تخدم، وهذا اصلا نقاش زائف حيت ما كنهضروش على المراه خدامه ولا ما قلت لكم ما تخدمش. غتخرج الانتيليجنس ارتيفيسيال تخلي ضربونا كاملين. والله ينعل ديال مو كاع هذيك ارتيفيشال انتيليجنس ولا التقدم ولا هاد الحداثه صافي. خدام رجال وعيالات. ولا انت عرفتي شنو، انت مراتك ملي تمرض ما تديهاش كاع عند الطبيب، حيت نتوما كتامنوا المراه خصها تخرج من دار باها لدار راجلها للقبر. ملي مراتك تمرض ما تديها لا عند الطبيب لا عند الطبيب، حيت الطبيب حرام والطبيبه ما خصهاش تكون، حيت الموظفه ما خصهاش تكون. انت خليها تموت وديها للقبر. باز يا ربي يعفو علينا منكم ومن التخلف ديالكم اللي ما بغاش يسالي. تحياتي لكل مرأة عاملة، مع احترامي لربات البيوت ومع احترامي للراجل اللي قرر هو والسيده ديالو ان السيده ديالو تجلس في الدار تربي الدراري بلا ما يعاير الموظفات. ما كنعايروا الموظفات، نتوما اللي قاهريننا. اصلا التوجه اللي غادي فيه العالم غادي البوست هيومانيزم. غير كونوا هانين من هاد الناحيه هادي صافي. بوست هيومانيزم ما بعد الانسانيه كلشي غادي يسالي، لا ارتيفيشال انتيليجنس ولا الزواج لا كلشي. المجتمعات غير كيتطوروا ما عادين فين غاديين. المهم الاخوان، نتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم. ما تنساوش ديروا شي لايكات، ديروا اللي يعجبكم. حتى الا بغيتو تحيدوا اللايك حيدوه ولا الاشتراك.